السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مطبخ إيمان جنيدي. الفيديو النهاردة يا جماعة أنا عايزاكم تسمعوه كويس جدا، لأن في حاجة مهمة قوي كلنا بنخطأ فيها، وبخصوص بالذات الأدوات الكهربائية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين أنا يعني الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. أنا تلاجتي باظت، اتحرقت، وهقول لكم سبب حرق التلاجة إيه. ده كان سوء من استخدام من عندي انا. تقريبا ده اللي انا فهمته من الفني. انا زي ما انتم شايفين كده تلاجتي بيكو سعة 525 رتر. التلاجة طبعا دي انا كنت جايباها تقريبا بقالي بالظبط حوالي 10 سنين، مش جديدة يعني. دلوقتي عاملة حوالي 30,000 جنيه التلاجة دي دلوقتي. المهم أنا حصل فيها إن هي ظهر لي علامة التعجب. أنا طبعا بقول الفيديو ده لكل ناس عنده شاشة ديجيتال، إيه اللي بيحصل بالظبط. أنا عندي شاشة هنا هو كان بيظهر لي فيها علامة تعجب حمرا كده، فاتصلت بالتوكيل والتوكيل قال لي زي بعمل ستارت كده للشاشة، وبترجع بتتشال علامة التعجب. علامة التعجب دي بتظهر في أكتر من حالة. يا حصل لعب في الكهرباء، يعني علت أو وطت فبتعمل علامة التعجب دي، أو في عيب تاني فني في التلاجة، فيها مثلا تلج، فيها حاجة فبتظهر لك علامة التعجب. فأنت لازم تعالجي أو تصلحي تعرفي سبب علامة التعجب دي إيه، عشان تقدري تتعاملي فيها. دي الخطأ اللي انا وقعت فيه. الخطأ التاني ان انتوا زي ما انتوا طبعا عارفين انا حصل عندي تجديد في الشقة، والتلاجة انا كنت حطاها في المطبخ. آه، مكانها كان هنا، وطبعا كانت في تهوية من جميع الاتجاهات. لما حصل وانا نقلتها هنا هوت، طبعا انتوا عارفين ان انا قفلت. اللي شاف فيديوهاتي القديمة هيقدر يعرف ان كان في انا في الظهر التلاجة كده في باب اوضة. الاوضة اللي انا قفلتها وقلت استغل المكان ده احط فيها التلاجة على سبيل ان هي توسع عندي المطبخ. اللي حصل طبعا ان التلاجات البيكو، وده برضو اللي انا سمحته من فني، ان التلاجات البيكو مصنعه على جو بتاع تركيا، اللي هو الجو الرطب، مش مصنعه للجو بتاع مصر. الجو بتاع مصر بالنسبه لها بيبقى جو حار، فما بتتحملش. اولا طبعا انا حته ان انا حطاها في المكان دوت، في المكان ده، فهي مقفوله من جميع الاتجاهات، تعتبر ما فيش حاجه، ما فيش تهويه يعني تهويه مباشره ليها. تمام. عدم التهويه المباشره دي هي دي اللي ضيعت الموتور عندي بتاع التلاجة. طبعا التلاجة هتتكلف حوالي 6000 جنيه، وده الهولي بتاع التوكيل. فناس كتير هتقول لك طب ما انا في ناس كتير، يعني انا قلت للفني قلت له ايه، طب ما في ناس بتبقى مقفله على الثلاجات، مقفله عليها المطبخ، يعني محطوطه في المطبخ ومتقفل عليها الموتيل او خشمونيوم ايا كان انت مقفله ايه. فقال لك مش كله، هو عامه ده العيب ده بيظهر مع مرور الوقت. الثلاجه انا نقلاها بقالي حوالي في المكان ده بقالها حوالي داخله على سنتين ونص اهو، وكانت شغاله. بس طبعا مع مرور الوقت ده بيضعف الموتور، مفيش التهوية بتاعته. فانا عايزة اقول لكم ان انتوا لازم الموتور التلاجة بالذات لازم يكون فيه تهوية من جميع الاتجاهات. ما تتحطش، ما تتقفلش عليها. اولا المطبخ. تاني حاجة ما تتحطش في مكان زي ما انا حاطة بتاعتي اهي دلوقتي، المكان كده بصوا زي ما انتوا شايفين متقفل عليها، يعني ايه مفيش اي تهوية. ومن الظهر طبعا في الباب. فده بيأثر من عمر التلاجة. التلاجة لازم تكون قصاد منها يعني في تهوية من الجنبين، يعني تهوية كاملة، مش تهوية مجرد ان فراغ بينها وبين حيطة او بينها وبين الدولاب، لا. ده لازم ما يبقاش في حاجة جنب منها من الناحيتين، على سبيل ان هي يقدر الموتور يتعمل له عملية تبريد مع المروحة اللي موجودة. لان الناس برضه هتقول لك طب ما هي في مروحة تبريد. على فكرة التلاجة دي فيها 3 مراوح تبريد، واحد مبرد للفريزر فوق، وواحد للتلاجة من تحت، ومروحة تانية للموتور. بس ده ما يكفيش مع سخونية الجو اللي احنا ما بيبقوا موجودين فيه، اذا كانت محطوطة في المطبخ او محطوطة او متقفل عليها. فاحذروا يا جماعة بجد بأمانة، احذروا حتة ان انتوا تقفلوا على التلاجات.
يعني حذّروا جدًا من الحتّة دي، لإن الخطأ اللي أنا وقعت فيه، أنا طبعًا تلاجتي زي ما أنتم شايفين، وأنا دلوقتي لسه بافكّر أنا يعني إذا كنت هاعمل دي طبعًا هتقعد لها شهر، أنا بقى لي 3 أيام دلوقتي من غير تلاجة، وأنتم عارفين طبعًا شهر رمضان، فأنا يعني أنا حبيت أقول للناس كلّها احذروا من الخطأ اللي إحنا بنقع فيه، بنفرح إن إحنا بنقفّل على التلاجات، المطبخ بنفرح إن إحنا نلاقي لها مكان محكّم كده بعيد عشان نوسّع، بس اللي حصل يا جماعة معايا الحمد لله رب العالمين، قدّر الله ما شاء فعل، أخدت الشهر وراحت، أنا يعني من الناس اللي أنا يعني أي نعم مش هاقول لكم أنا ما اتضايقتش، لأ طبعًا أنا اتضايقت وزعلانة فعلًا، لإن التلاجة أصلًا يعني بقى لها حوالي بالضبط 10 سنين بالضبط عندي، مش بقى لها 30 سنة ولا حاجة، بس الحمد لله رب العالمين فدِت أي حد من ولادي في 60 داهية، وقدّر الله ما شاء فعل. فأنا حبيت أقول لكم الكلام دوّة عشان أحذّركم منّه، يا جماعة هاقولها للمرّة المليون، ما حدّش يقفّل على تلاجته، ما حدّش تخلّي التلاجة جنب منّها من الجنبين مقفول، حتى لو في فراغ هنا بُصّوا، أنا هنا في فراغ حوالي بتاع حوالي بالضبط 20 سنتي، ده مش كفاية، التلاجة لازم تكون حوالين منّها مفتوح، ما تقفّلوش عليها. حبيت أقول لكم يا رب تكون المعلومة دي وصلت لكم. وأنا هانزّل لكم الفيديو ده عشان ناس كتير جدًا تستفيد بيه، طبعًا ما تنسوش لايك وشير للناس عشان تقدروا الناس تستفيد من الفيديو دوّة وما تقعوش في أخطاء، ورب ما يجيب لأي حد حاجة وحشة أبدًا، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا، السلام عليكم.